هل الحجاب عادة عربية بدوية؟ هثبت لكم النهارده ان الانسان كان سلبوتة وهنرجعه سلبوتة. علماء التطور بيقولوا الانسان العاقل ظهر من 300 الف سنة. الغريب ان اشباه البشر قبليه كانوا بيلبسوا هدوم، اكيد عشان غير عاقلين. الحضارات الشرقية عرفت اللبس المحتشم وغطاء الراس والوجه، زي السومرية والبابلية اللي لبسوا عمامات، والحضارة الفرعونية عرفت الخيط. في اليابان والصين كانوا بيلبسوا الكيمونو والهانبو، والهندوسيات كانوا بيلبسوا الجونجات. اكيد عشان شرقيين متخلفين. الغربيين كمان عرفوا اللبس المحتشم وغطاء الراس والوجه. في اليونان عكس الاعتقاد الشائع حاليا استعملوهم مع الهيماتيون، وفي روما مع الستوله والبلاليوم. اكيد عشان وثنيين متخلفين. التوراة اتكلمت عن الحجاب، والانجيل دعا الى الحجاب، وغطاء الراس فضل موجود في بعض الدول الاوروبيه زي ايطاليا لحد سبعينات القرن اللي فات. اكيد عشان متدينين متعصبين. العرب قبل الاسلام عرفوا الخمار والنقاب. في الاسلام الحجاب لازم يستر جسم المراه ما عدا الوجه والكفين. طبعا اصدق من كل ما سبق ان اللبس المحتشم عاده بدويه عربيه متخلفه. في العصر الحديث اخيرا بقينا نحترم المراه ونتعامل معاها كعقل مش جسد خالص، فقررنا نقلل الهدوم خالص ونستعمل جسدها في الافلام والاعلانات والاباحيات واي حاجه بتنتهي بآت. وممكن ده يكون بسبب ازمه قماش. فاتبرع ولو بحته شاشه.